نهائي السوبر المصري اللي هيكون غدا في تمام الساعة 5:30 الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك. هذا النهائي يكون نهائي مختلف جدا. خلونا بقى نروح نشوف تشكيلة النادي الأهلي اللي هيلعب بيها، وبعدها على طول هنروح لتشكيلة نادي الزمالك. هنبدأ بتشكيلة النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي هنلعب بمحمد الشناوي في حراسة المرمى. محمد الشناوي محتاج يركز الفترة الأخيرة ديت، لأن محمد الشناوي منذ فترة فهو مش مركز الفترة اللي هي فاتت ديت، فمحتاج يركز جدا. حتى كمان الجماهير طلبته انه يركز في الفتره الاخيره ديت عشان هو الحارس الاساسي للنادي الاهلي، فالشناوي محتاج يركز جدا جدا الفتره اللي جايه ديت عشان النادي الاهلي معتمد عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى بشكل كلي، اللي هو في حراسه المرمى رقم 1. بعد كده هنتجه على الباك ليفت، هنلعب بكوكا. كوكا طبعا ده مش مركزه، لكن هو بيقضي فيه بشكل جيد، وده حاجه كويسه من كوكا ان هو بيلعب في المركز ده بشكل جيد. لعب المباراه الاخيره طبعا اداء ولا اروع امام سيراميكا كليوباترا، فكوكا هيكون في الباك ليفت. بعد كده الباك يمين محمد هاني. محمد هاني اللي بيثبت نفسه دايما مع النادي الاهلي، سواء كان قاعد او راجع من اصابه او قاعد على الدكه، فهو بيرجع بيثبت نفسه. محمد هاني لاعب ولا اروع ولا اجمل. ثنائي الدفاع هيكون ياسر ابراهيم وياسين مرعي. ياسر ابراهيم اللاعب الاروع والامتع، اللاعب اللي بيلعب بكل رجوله وبكل جديه مع النادي الاهلي، وياسين مرعي الناشئ المدافع الناشئ المدافع الجميل، المدافع اللي بيعمل لعب ولا اروع ياسين مرعي. فياسين مرعي هيكون مدافع ناشئ في النادي الاهلي ان شاء الله. والاثنين ياسين مرعي وياسر ابراهيم بينهم وبين بعض تناغم كبير جدا جدا وتناغم مهم، فالاثنين دول بيفهموا بعض في الملعب، وكمان بيكون بينهم وبين بعض تناغم كمان مع لعيبه اللي في وسط الملعب شبه مروان عطيه وشبه محمد علي بن رمضان. خلونا بقى نروح على نص الملعب. طبعا تروب مغير التشكيله في الهجوم. تروب في الهجوم جايب اليمين شمال والشمال يمين واللي ورا قدام واللي قدام ورا، فتروب مغير حاجات كتير جدا جدا في التشكيله الهجوميه. هنشوف هو لعب امام سيراميكا كليوباترا، التشكيله بصراحه ما كانتش عاجباني لكن هو فاز، فاحنا هنشوف بقى هنعمل ايه امام نادي الزمالك. اول وفي الاخر دي تشكيله انا اللي متوقعها. بعد كده هنلعب في نص الملعب. طبعا عمك تروب جاب لنا جريديشار من الهجوم، جابوه لنا تاني رجعوا فين؟ رجعوا نص الملعب. جريديشار قضى في نص الملعب احسن من الهجوم. شوفوا يعني هو جريديشار اساسا مركزه هجوم، لكن هو قضى في نص الملعب اكثر من الهجوم وافضل من الهجوم 100 مره. يعني هو سجل هدف، هو لو كان بيلعب هجوم ما كانش هيسجل اهداف اساسا. هي كده اجت حظه كده اللي هو بيقضي نص الملعب افضل من الهجوم. هنلعب بجريديشار في نص الملعب ان شاء الله. دي التشكيله اللي ممكن تروب يلعب بيها. هنتجه بقى على خط الهجوم. هيلعب في الجهه اليسرى بمين؟ هنلعب بمروان عطيه. مروان عطيه نص ملعب. ما انا قلت لك من شويه ان تروب مغير اللعيبه، مغير مراكز اللعيبه بسبب الخلل اللي عند بعض اللعيبه في النادي الاهلي في بعض المناطق، فعشان كده تروب بيغير اللعيبه ويجرب برضه ويشوف ايه اللي هيحصل معاه. فهنلعب بمروان عطيه في الجهه اليسرى في خط الهجوم. مروان عطيه لاعب كبير، لمسات عالميه، لاعب ما بيوقفش على الكره، لاعب بيباص على طول وبيمرر الكره تمريرات حاسمه. فمروان عطيه لاعب مهم جدا جدا ولاعب اساسي ولاعب كبير ولاعب مستواه ثابت مع النادي الاهلي. اللي هيلعب جنب منه على طول هيكون مين؟ هيكون زيزو. زيزو طبعا ده مش مركزه، لا ده مش مركز زيزو اساسا، لكن احنا هنلاعب زيزو هنا. زيزو بيكون في الجهه اليمنى في الخط الهجوم، لكن احنا هنلعبه هنا عشان التشكيله تروب اللي عايز كده. تروب طبعا زيزو عمل المباراه الاخيره عمل اداء ولا اروع، كان من افضل اللاعبين في النادي الاهلي في المباراه الاخيره اللي كانت امام سيراميكا كليوباترا. فزيزو عمل مباراه قويه جدا جدا، فعشان كده زيزو لاعب كبير ولاعب عالمي، لاعب بيمرر، لاعب بيسدد، لاعب بيلعب كور جميله جدا. تلعبه هجوم يسلك، تلعبه في الجنب اليمين يجيب نتيجه، تلعبه في الجهه اليسرى يجيب نتيجه، تلعبه في نص الملعب تلاقيه، تلعبه في الهجوم تلاقيه. فزيزو لاعب سالك في جميع المناطق في الملعب. زيزو لاعب ولا اروع، لاعب ولا اجمل. النادي الاهلي كسب صفقه عالميه اللي هي صفقه زيزو. بعد كده هنلعب بمكانه مين؟ بعد جنب منه على طول هيلعب بإليو ديانج. إليو ديانج اللي اخذ رجل المباراه في المباراه اللي فاتت اللي كانت امام سيراميكا كليوباترا، مع ان ده مش مركزه اساسا، مركزه في نص الملعب، لكن احنا هنا تروب بيلعبوا في خط الهجوم. فإليو ديانج لاعب جميل، لاعب ولا اروع، لاعب قوي جدا جدا، لاعب شخصيته قويه ولاعب قوي بدنيا في الملعب، جسمه قوي بيلعب على الكره. اللاعب اساسا بتاع الخصم بيخاف يدخل عليه ويخاف يخش عليه، فديانج بيخوف اللعيبه اللي امامه. ديانج لاعب ولا اروع يا جماعه، لاعب جميل جدا جدا، هنلعبه ان شاء الله. وديانج يعني شوف هو كان بيلعب في مركز مش مركزه امام سيراميكا كليوباترا المباراه اللي فاتت واخذ رجل المباراه. تخيل بقى المباراه ديت هيكون امام نادي الزمالك، يعني هتشوف اللاعب بيلعب قد لعبه مره واثنين وثلاثه واربعه، هتشوف منافسه قويه جدا جدا من لعيبه النادي الاهلي عشان تفوز
الفوز على نادي الزمالك. الفوز ده عندهم اهم من البطوله نفسها، اهم من الفلوس، اهم من الكاس. بعد كده في الجهه اليمنى في خط الهجوم اللي هيكون على الطرف خالص هيكون بن شرقي. طب بن شرقي بيلعب في الجهه اليسرى، تروب اللي جايبه في الجهه اليمنى. طب بن شرقي في المباراه الاخيره قدم اداء جميل جدا جدا وصنع هدف. فبن شرقي لاعب مايسترو يا جماعه، حطه في اي حته والعبه. بن شرقي ده صفقه كده تحفه، صفقه محترمه، صفقه تستحق المبلغ اللي دفع فيها. بن شرقي لاعب ولا اروع، لاعب ولا اجمل. فهنلعبه في الجهه اليمنى وهنشوف هيقدم ايه في المباراه اللي جايه ديت امام نادي الزمالك غدا ان شاء الله. المباراه اللي هتكون في تمام الساعه 5:30. طبعا تبقى معانا الهجوم، هيكون محمود حسن تريزيجيه، سرعه، مهاره، اداء، حب، لعب برجوله، لعب بكل جديه بنشوفه من تريزيجيه بيعمله مع النادي الاهلي، كأن النادي الاهلي ده بيته، النادي الاهلي بيته حرفيا. تريزيجيه شايل ضغط النادي الاهلي، تريزيجيه هو كابتن النادي الاهلي يا جماعه. تريزيجيه لاعب كبير جدا جدا ولاعب مؤثر ولاعب بيخلق فرص للاعيبه ولاعب بيمرر ولاعب بيسدد ولاعب بيجري على الكره ولاعب سريع ولاعب مهاري. فتريزيجيه هيلعب في الهجوم. دي التشكيله المتوقعه اللي تروبا هيلعب بيها امام نادي الزمالك غدا ان شاء الله. المباراه اللي هتكون في تمام الساعه 5:30 في نهائي السوبر المصري ان شاء الله. خلونا بقى نروح على تشكيله نادي الزمالك. هنبدا بحراسه المرمى في تشكيله نادي الزمالك. هنبدا بمحمد عواد. محمد عواد حارس كبير وحارس مهم جدا جدا، حتى هو كمان كان الحارس الاساسي لنادي الزمالك قبل ما الزمالك تتعاقد مع محمد صبحي. حتى محمد عواد اثبت نفسه في المباراه الاخيره بتاعت نادي الزمالك اللي كان امام نادي بيراميدز اللي الزمالك بيفوز فيها بركلات الترجيح. بقى نروح على الدفاع. هنلعب في الجهه اليمنى بعمر جابر. عمر جابر اللاعب الجميل، اللاعب العالمي، لاعب سريع ولاعب بيحب نادي الزمالك ولاعب سريع جدا جدا وتمريرات حاسمه، وعمره بيلعب امام النادي الاهلي بالاخص في نهائي السوبر المصري وكمان في الامارات. فعمر جابر لاعب اساسي ومهم جدا جدا تواجده مع نادي الزمالك. الباك ليفت هيكون احمد حسام. احمد حسام طبعا ده لاعب جديد جاي نادي الزمالك، لكن لاعب حلو جدا جدا وكمان لعب مباراه جميله جدا امام نادي بيراميدز اللي كان بينها وبين الزمالك اللي الزمالك بيفوز فيها. فاحمد حسام لاعب مهم جدا جدا في الباك ليفت. هيكون ثنائي الدفاع عندنا هيكون مين؟ هيكون محمد اسماعيل اللي هيكون في مركز الدفاع، وهيكون جنب منه كمان احمد فتوح. حسام عبد المجيد مش هيلعب ليه؟ لان حسام عبد المجيد عنده مشكله دلوقتي في التجديد مع نادي الزمالك. فدي المشكله اللي مقابله نادي الزمالك دلوقتي في حسام عبد المجيد، انه مش عايز يجدد مع نادي الزمالك. فعشان كده هم بيلعبوا احمد فتوح وجايبين احمد حسام يلعب مكان احمد فتوح. في احمد فتوح بيلعب في الباك ليفت، فعشان حسام عبد المجيد مش راضي يجدد مع الزمالك وفيه مشاكل فاحنا هنلاعب احمد فتوح مكانه. هنتجه على خط الوسط. هنلعب في خط الوسط في الرجال اليسرى هنلعب بمحمد شحاته وجنب منه على طول عمرو ناصر. الاثنين دول مثبتين نفوسهم في نادي الزمالك، فلاعيبه كبيره جدا جدا وتستحق اللعب في هذا المركز، لاعيبه عالميه، لاعيبه الاروع. محمد شحاته لاعب ناشئ جميل جدا جدا، وعمرو ناصر برضه. عمرو ناصر بيلعب في وسط ملعب وبيلعب في خط الهجوم. وبعد كده احمد ربيع واحمد حمدي ده مركزهم الاساسي اساسا بيلعبوا في نص الملعب. الاثنين لاعيبه عالميه، الاثنين بينهم وبين بعض تناغم كبير جدا جدا، والاثنين بيعملوا تناغم مع مركز قلب الدفاع في نادي الزمالك. فالاثنين بيقدموا مباراه ولا اروع امام نادي بيراميدز. الاثنين هيلعبوا اساسي ان شاء الله. دي التشكيله اللي نادي الزمالك هيلعب بيها. بعد كده الهجوم ناصر ماهر وسيف الدين الجزيري. ناصر ماهر لاعب مهاري وسريع وجميل ولاعب بيمرر، لاعب بيعمل تمريرات حاسمه. ياسر ناصر ماهر ده اساسا كان في النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي مش عطاله فرصه وقعده دكه. اجى نادي الزمالك عمل مستوى بالاروع امام نادي الزمالك. فناصر ماهر هيلعب على طول تحت المهاجم، هيسلم لسيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري المهاجم المرعب، المهاجم الاروع، المهاجم الجامد، المهاجم جميل جدا جدا ومهاجم قوي. طبعا ناصر منسي مش هيجي ولا هيلعب هو ودونجا عشان المشاكل اللي كانوا عملوها قبل كده في كاس السوبر اللي فاتت. دي تشكيله نادي الزمالك. المباراه ان شاء الله هتكون غدا في تمام الساعه 5:30 عصرا. توقعوا معايا نتيجه هذه المباراه، هل يحسمها الاهلي ام يحسمها نادي الزمالك؟ وما تنساش الاشتراك الجميل واللايك.